ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معاكم مروه من قناه يوميات سعد ومروه. هنعمل مع بعض النهارده الطحينه في البيت من الاول للاخر، وهنعمل التوميه السوري على اصولها بمكونات سهله وبسيطه جدا. ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم. ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا مع بعض نشوف الطريقه والمكونات ايه. معايا هنا كوباية من اللي هي الصغيرة دي سمسم، وزيها زيت، ونفس الكوباية منها 2 دقيق. يعني لو بتعملي بمج هيبقى برضو مج ومج و2 مج دقيق. الكوباية اللي بتعايري بيها الدقيق بيبقى ضعف السكر، بيبقى ضعف السمسم والزيت. وده حوالي معلقتين كبار فول. هحمص بس الاول السمسم، مش هخليه ياخد لون، ده سمسم ابيض. ودايما السمسم لازم حاولي ان انت تنقيه، بيبقى فيه احيانا حاجات زلزله صغيره بسيطه جدا كده، وحاولي ان انت تنخليه علشان بيبقى فيه رمل. دايما بيبقى فيه رمل، مش اوقات لا، دايما بيبقى فيه رمل. هحمص الاول السمسم، وبعد منه هحمص الدقيق، وبعد منه هحمص الفول عشان هحمصه بالقشر بتاعه. القشر ما يبقاش منه فيه كتل، يعني انا مش واخده بالي منها. قطع تيجي في الدقيق. يعني السمسم بعدين دي، وبعدين في الاخر احمص الفول. تقدر تستغنى عن الفول، بس الفول بيدي ليه طعم زي بتاع المحلات. نزلت في الطاسه الصغيره دي بالسمسم. انا مجرد بس ان انا عايز السمسم يسخن، يعني احس ان السمسم دفى انما ما غيرش لونه. ما تجيب السمسم يكون متحمص اصلا برضو بتعملي له الحركه دي، بتسخنيه بس كده على النار، بس بدي طحينه غامقه شويه. انما السمسم الابيض دي بيخلي الطحينه يكون لونها فاتح. تفضلي تقلبي فيه كده عشان هو، شوفها شايفين هي اصلا حبايه وحبايه، بس حاولي ان انت تجيبيه كله سمسم ابيض. هو ده اللي انا لقيته ساعتها عند العطار، على نار هاديه جدا، من غير زيت من غير اي حاجه، مجرد بس ان هو ياخد السخونيه بتاعه الطاسه. انا مش عايزه افصل معاكم اهو، هقلب فيه برضو، انا عايزاه برضو يدفى. انا مجرد بس ان انا بطلع الرطوبه من الحاجه، عايزاه يدفى مش عايزاه يغمق. هقلب بقى وارجع لكم، لان الطاسه صغيره وبتلف على البوتاجاز، فعايزه امسكها بايدي التانية. هنا اهو بعد ما فضيته في الطبق كل التكتلات دي، احنا هنرجع ننخله تاني. انا نخلته في الاول بس هو عمل تكتلات كده من الرطوبه اللي فيه بقى لما سخن. هنرجع ننخله تاني عشان اي تكتلات برضو تفك. هعمل بقى دلوقتي الفول. هنا برضو بحمص الفول اهو، هخليه برضو يدفن عشان الرطوبه اللي فيه تروح. انا بجيب بكميه وبحطها في الفريزر، وبستعملها وقت ما اكون عايزه استعملها، بستعملها في اي حاجه بدفاها كده الاول. هنا بنص كميه السمسم في المطحن، ويستحسن تعمليه هو لسه نازل من على النار، بس الحقيقه كان عندي حاجات تانية بعملها فسبته يبرد شويه. الاحسن اول ما ينزل من على النار عشان الزيوت تطلع منه بسهوله. هنطحنه لحد ما ينعم خالص والزيوت بتاعته تطلع. كده انا طحنت السمسم لحد ما طلع الزيوت بتاعته اهي. هطحن بقى دلوقتي الفول في نفس المطحن. حطيت الفول كمان المطحون اهو، هننزل بقى في الخلاط. نزلت هنا بالدقيق على الزيت على الحاجات اللي طحناها. هضربهم مع بعض بقى، لو احتاجنا نقطة زيت كمان هحط. ده التقل بتاعه، لما اتحط في التلاجة هتتقل برضو كمان شوية عن كده. هو ده التقل المناسب للطحينة اللي احنا بنشتريها اصلا من بره. الكمية اللي انا عملتها معاك عملت لي الطبق اللي هو الغويط ده بتاع الشوربة، والبرطمان بتاع الصلصة ده هيكفيني شوية. ان شاء الله قبل ما يخلص ارجع اعمله تاني. بجد طعمها جميل وريحتها جميلة احسن من اللي بتيجي من بره. بجد فرقت قوي المعلقتين الفول السوداني اللي اتحطوا دول. هنا بقى انا بفكها معاكم، حطيت فصين توم مفرومين بس انا مقلبته على لما رحت جبت الخل وجيت. وهحط هنا رشه خل صغيره وعصره ليمونه وشويه ملح وشويه كمون وشويه شطه. أه هتقلبيها بشويه ميه دافيين علشان تفك معاكي كده، وان شاء الله هتعجبكم. جربوها قولوا رايكم في التعليقات. حطيت هنا 2 مج في الطاسه دي، 2 مج من بتاع الشاي ميه، وقلبت عليهم 4 معالق على البارد، 4 معالق نشا، وهسيبهم لحد ما يعملوا مهلبيه.
شايفين هي بدأت تتقل اهي، بس كل شويه اقلب فيها لحد ما تعمل ارضيه كمان هوريها لكم. انا عايزاها مهلبيه تقيله جدا كده. شايفين بدأت تعمل تسيب الجنب اهو، تقلت. هسيبها بقى تبرد خالص كده. انا طفيت عليها، هسيبها تبرد خالص قبل ما استخدمها. هنا كده علبة الزبادي هحط عليها المهلبية اللي احنا عاملينها دلوقتي بالمية والنشا. حطيت هنا كده المهلبية، هنزل عليها بعصرة ليمونة، وهحط عليها 5 6 فصوص ثوم مهروسين. هنا نزلت بالمهلبية اللي احنا عاملينها مع بعض، ورشة الملح والثوم المفروم وعصرة الليمونة، وهنزل بيهم على والزبادي، كوباية الزبادي، وهضربهم في الخلاط. وهما بيتضربوا هنزل من شفشق الخلاط كده بسرسوب صغير بالزيت. الزيت ده انا باخد ملو الكوباية بتاعة الزبادي زيت، وبضربهم. لو حسيت هي انها تقيلة بعد ما اتضربت، بفضل اضيف عليها مية سرسوب سرسوب صغير كده لحد ما القوام بتاعها يتظبط للقوام اللي انا عايزاه. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. هنا بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. انا مرضتش احذف الفيديو، يعني المفروض اصلا كمان تعمليها سرسوب ارفع من كده كمان، واحده بواحده عشان يتقل معاكي. بس عشان كنت مستعجله كان خلص الاذان وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، وعملنا مع بعض التوميه السوري في البيت، وعملنا مع بعض الطحينه من اولها بمكونات سهله وبسيطه. يا ريت تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات، وان شاء الله هتعجبكم وتعملوها في اي عزومات هتنفعكم على السفره. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وبالهنا والشفا.